تزامن امتحانات شهادة البكالوريا مع شهر الصيام وارتفاع درجات الحرارة في هذه الأيام دفع ببعض المترشحين لانتهاك حرمة رمضان والأكل في الأماكن العامة، غير مبالين بالصورة المسيئة لنفسهم أولا وللشهر الكريم ثانيا. والله واش نقول لك، سخانه بزاف، ما لقيناش وين نريحوا، ما لقيناش. شوفي حتى الجنينه هذه تعمرت، ما كاش كيفاش تريفيزي كيما الايامات تاع الفطار، ماشي كيف تروحي الفاست فود ولا كاين ولا غير كاين. شحال من واحد تصيبو يشعل كارو، واحد تاكل نورمال في وجهك. الله يهديهم وان شاء الله ربي يقولوا كيما نقولوا يغفر لهم. ما عادش نقول دوك اللي فطر يعني للضروره، كان مريض ولا زعما طاحت له السكر ولا طاح له لا طونسيون، ان شاء الله يعني ربي يكون يشفيه، يكون ان شاء الله في ادعوا لي كان ان شاء الله اللي ما كانش ان شاء الله ربي يهديه ان شااء الله. هذاش نطلبوا لهم. فطروا قدام الناس قاعد تشوف، هما يشربوا في الماء، ياكلوا نورمال. شتهم قدامي هكذا، يعني محترموا حتى واحد. لا يختلف اثنان على أن دين الإسلام دين يسر، ورخص للبعض بالإفطار لكن في حالات محددة. لا يجوز، لا يجوز له أن يخصص الإفطار من اليوم، وإنما ينبغي له أن يصوم حتى إذا أصابه الأرق والتعب، إذا أصابه إلى درجة أنه لا يستطيع المقاومة يجوز له أن يشرب الماء، أو أما أن يبيت الإفطار من الليل فلا يجوز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنهم، ونحن نقول ننصحهم بعدم التمادي في هذه، لأن هذا يؤدي إلى انتهاك حرمة رمضان وميوع الدين. صور لم نعتد عليها في شوارعنا ونحن في شهر الصيام، فكيف لتلاميذ وهم على مقربة من الولوج للجامعة أن ينتهكوا حرمة رمضان بهذه الطريقة؟